طبعا التكنولوجيا النهارده اصبحت واقع حياتي يومي، متواجد على مدار ال 24 ساعة. زيها زي اي شيء في الدنيا، هي سلاح ذو حدين، ليها جانب سلبي وجانب ايجابي. لكن موضوع الالعاب او التطبيقات الخاصة بالالعاب اللي ممكن توصل مستخدمي هذه التطبيقات لحالة من حالات الادمان دي خطيرة جدا. خصوصا زي ما شفنا وتابعنا ان في العاب الحقيقة بتوصل مستخدم اللعبة دي للموت او الانتحار. وشفنا يعني جرائم زي دي او احداث زي دي على الواقع، وبتبقى الحقيقة يعني مأساة إنسانية للمنتحر أو الإنسان ده المستخدم هذا التطبيق ولأسرته. ليها أضرار نفسية واجتماعية وصحية. عايزين نعرف إيه هي التطبيقات الخطيرة دي وإزاي نحمي منها أبنائنا، وإيه أكثر الفئات تضررا من هذه التطبيقات. وطبعا مؤخرا أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار مهم جدا، وهو حجب إحدى الألعاب الإلكترونية الخطرة في مصر. والحجب ده لن يكون هو الحجب الأخير لكثرة الألعاب المتداولة على الإنترنت، وأعتقد إن ده خبر مهم وخبر إيجابي جدا. هنعرف أكتر من خلال ضيفنا على الهواء دكتور اسلام ثروت، استاذ تكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني. اهلا بك يا دكتور اسلام، نورنا في القاهره هذا المساء. اهلا وسهلا بحضرتك. كلمني الاول على موضوع الحجب ده، يعني نبدا بايه؟ بالخبر المثير ده، امكانيه حجب مجموعه من الالعاب الخطره، وهل ده ممكن مع اي تطبيق اخر ولا التطبيق ده كان ليه طبيعة خاصة؟ يعني ادينا فكرة كده عن هذا الحدث الهام جدا. هي الحقيقه منصه العاب اه الكترونيه، اه يعني نشأت يمكن من حوالي 10 سنين امم على الانترنت، وكانت من الفكره 10 سنين. موجوده بقى لها اه فتره طويله. امم والفكره الرئيسيه للمنصه ان هي مش لعبه في حد ذاتها، ولكن هي اصحاب المنصه عملوا فيها قدره برمجيه ان ممكن ناس تقدر تدخل تصمم العاب خاصه بيهم، ياه تصمم ديكور كأن انت بتعمل لعبه جوه نادي، بتعمل امم لعبه جوه مكان معين فيبدأ الأطفال يدخلوا ويدوروا بقى على ألعاب كتيرة ويستدرجوهم بقى جوه الألعاب دي. إيه امم اللي بيحصل جوه الألعاب دي؟ إيه اللي بيتقال؟ الأخطر كمان إن كان بيبقى فيه إمكانية إن يحصل نوع من التشات، أو إن يبقى فيه كلام الحوار حوار بين اللعبة وبين الطفل او المستخدم. بين المستخدم وبين اللعبه وانت مش عارفه بقى هم دول اطفال ولا دول مش اطفال. ما هو اه انت مش ظاهر لك مش شكل. شايفة شخص انت بعينه. بيسموه بقى زي الشخصيه الكرتونيه اللي هو وهمية. الوهميه اللي امم بيدخل بيها جوه اللعبه. امم فهنا بقى بيحصل نوع من الاستدراج، وبيبقى فيه كلام، في يعني زي لما احنا كنا زمان وبنتربى كده ما تكلمش حد غريب. اهو اه انا سايب ابني بقى مع غرباء كتيره بيكلموه، اه وانا اه بيتهيألي ان هو قاعد في الاوضه بيستفيد او او بيستفيد. بيستمتع او بيتعلم حاجة مفيدة. ما هو ده الخطر. يعني بيقول ان امم انا كان زمان الاسره المصريه حريصه ان الطفل ما امم يتعاملش مع الغرباء، فهو ايوه كان حريص جدا لما بيقف في مكان غريب، في النادي، في الشارع، يبقى امم حريص. انا طول ما انا ابني قاعد في الاوضه او بنتي، انا اعتقد انه في امان، او ان انا مطمئن وان عليه انا ان هو مش بره مطمئن ان البيت، هو كويس. لكن هو في عالم اخر مع ناس ده انا غرباء. سايبه يعني كأني اسوأ من ان انا سايبه اه في الميدان لوحده، امم ومش عارف مين الناس دي. ومعظم الناس دي الحقيقة ما بتبقاش ناس كويسة. اكيد ليها اهداف وليها اجندات، اكيد يعني و... آه سلبية. وكمان حتى الأطفال اللي هو حتى لو هم أطفال فبيبقوا من ثقافات تانية، متعودين على قيم تانية، عادة سلوكيات تانية. آه فهنا هو بيبقى عرضة طبعا لأنه يعني يبقى لكل المخاطر. لكل المخاطر. فمن اه هنا كانت الدولة طبعا يعني شافت ان المخاطر بتاعتها، وشافت ان كمان بتستخدم لأغراض يعني فيها نوع من الجذب والاختراقات. وده الحقيقة برضو خلينا نقول ان المنصة بشكل عالمي تم حجبها في عدد كبير من الدول، مش مصر مش بس. مصر بس، لكن مم. مصر من الدول اللي اللي سرعت الحقيقة اهتمت واللي اهتمت. وبعد كده بدأنا نشوف يعني عدد كبير من الدول بيعملوا حظر ليها. مم. طب وأتمنى هل في
إمكانية فعلا لتقييد وحجم مواقع أخرى، ولا ده علشان كان تطبيق مفتوح ممكن أي شخص يدخل يصمم جواه لعبة وتتعرض للأطفال أو للمستخدمين؟ من الناحية التقنية في أدوات تقنية بتقدر تحجب أي آه. موقع أو أي تطبيق أو أي. لكن خلينا نقول برضو زي ما هناك أدوات بتعمل حجب، بيبقى في أدوات أخرى ممكن تتخطى هذا الحجب أو آه. يعني. وده ظهر برضو، خلينا نقول إن مم. خلال الفترة اللي فاتت عدد البرامج اللي هي بتستخدم من أجل اختراق الحجب وتجاوزه يمكن في مصر تحديدا زادت 3 4 اضعاف عدد الطلب عليها. وده بيقول برضو ان الاطفال بتوعنا مش سهلين. يعني مم. خلينا نتكلم بشيء من آه. الصراحة، آه. الاطفال برضو ما يعني هو عايز يلعب، فاحنا حجبناها بطريقة تقليدية. فالطريقة الطبيعية اللي هو كان بيدخل بيها على اللعبة في طرق اخرى بقى ممكن أوه، ده الجيل يتحايل بيها. الجديد بقى. ما هو جيل رقمي بالفطرة. الوعي الرقمي عنده عالي. هو جيل رقمي يعني حتى بالفطرة. لو تم حجبه هو يقدر يخترق هذا الحجب بأساليب أخرى. وبيعملوا الولاد بيقولوا لبعض وفي الجروبات وادخل على كذا أوه. وهتوصل لكذا. الكلام ده آه. برضو اترصد خلال الفترة آه. اللي فاتت. أيوة. فيعني ممكن بنعمل حجب، لكن برضو الامور محتاجة وعي اكتر، محتاجة ان احنا كأسرة نتكلم مع اولادنا مم. وبناتنا ونفهمهم الخطر بتاعها، ونبقى دايما في رقابة. مم. الحجب او التقييد الالكتروني وارد، لكن هناك برضو وسائل وسائل أخرى اخرى. لاجتياز هذا الحجب أو اختراق هذا الحجب. طب بنشوف برضو يا دكتور إسلام مواقع كتيرة جدا على الإنترنت خاصة بمراهنات ومسابقات، وبتستهوي طبعا فئة الشباب، وبتبقى نقدر مبهرة صحيح. ومثيرة، وفيها جوائز، أحيانا بتكون جوائز قيمة ومغرية جدا. ايه حكاية برضو المواقع دي؟ هل فيها خطورة على شبابنا فعلا، ولا دي بتبقى مسابقات عادية ومراهنات عادية زي أي لعبة لا، مثلا؟ ما المراهنات مش عادية. يعني خلينا اه. نقول ان احنا طبقا حتى للقانون المصري وطبقا ليه. يمكن كان زمان قوي انا يعني اه، في نتذكر كان سباقات في الخيول كان شارع مثلا السباق مثلا في سباق اه، الخيل كان مسموح ده طبقا حقيقي. لقانون معين. امم. لكن الحقيقة ده اكيد عمل منافي. ودي خلينا نقول برضو ان حتى هنقول مثلا الالعاب القمار ليها قانون بينظمها في أكيد. اماكن معينة اه، بشكل معين، لسن لسن معين. معين ده لفئات حقيقي. معينة. اه. لكن النهارده وجود الانترنت ووجود التطبيقات دي خلت هذا التقييد القانوني غير متاح. امم. لان النهارده التطبيقات دي بتوصل للشباب ويقدروا ان هم يشتغلوا عليها ويقدروا ان هم امم. يشتركوا فيها. طبعا امم. بيبقى فيها خسائر كتيره. يعني بخلاف ان هو بيتشغل وبخلاف ان هي بتاخد من تركيزه وطاقته، هي كمان بتوعده، بس توعده بالمكاسب السريعه، وده غالبا ما بيحصلش. عمليه امم. المراهنات هي بتعتمد دايما لازم نسبه اللي بيخسروا بيبقى اكبر بكتير من اللي من اللي بيكسبوا. بيكسبوا. لان هو امم. اللي بيعمل المراهنات الحقيقه بيبقى له طريقه في اداره اه. المنظومه نفسها. ايوه. في النهايه هو بيبقى هدفه الربح. بيكسب، ممكن تكسب مره، بس قصاد المره دي بتخسر مرتين وثلاثه. ايوه. طبعا غير العاب القمار بقى اللي موجوده برضو بشكل الكتروني وموجوده بشكل يعني ممنهج، دي بقى 100% بتخسر. لان دي هنا ما بتعتمدش. يعني في العاب المراهنات ان في ماتش مثلا كوره ففي فريقين، الفريق ده فده هيكسب. هيكسب وده اه. هيكسب، ففي اها. احتمال ان انت تختار صح فيمكن امم. تكسب ساعات. امم. لكن العاب القمار الالكترونيه هي مصنوعه من خوارزميات ومصنوعه من برامج بالتاكيد هتخسرك. يعني دي ما امم. فيهاش مجال. دي محتاجة وعي بقى يا دكتور إسلام، يعني يبقى في توعية لمستخدمي برامج المسابقات والمراهنات دي. مهم يعني النهاردة. مهم ان يبقى فيه توعيه، وانا متصور ان التوعيه لازم تبقى في دور يعني المدارس والجامعات. الحقيقه لازم نقوم بدور في السن ده. يعني انا لازم ممكن في مواد الحاسب اللي بتدرس مثلا لطلاب اعدادي وطلاب ثانوي يبقى في فصول بتتكلم على المخاطر، بتتكلم على الامن اه. السيبراني، اه. بتتكلم على النوع ده من التطبيقات، بتتكلم مم. على ايه اللي ممكن يعني يحصل. انت بتنادي ان يكون في مناهجنا جزء مثلا في مادة معينة، او فصول في مادة معينة لتوعية اطفالنا وابنائنا الطلبة عن خطورة التطبيقات دي. بالظبط. لان المدرسه في النهايه هي مصدر الوسيله العلم. والمصدر اللي يقدر اه. يوصل للفئه صح. يعني احنا مهما بنتكلم ممكن يكون اللي دي فكرة بيتفرجوا جميلة علينا. جدا الحقيقة، احنا لكن بنضم لما صوتنا بنطلع لصوتك. ونتكلم على مم. المدرسه ويبقى في
ممكن نعمل يوم للتوعية صح. في وزارة التربية ونجيب والتعليم، خبراء وكل ومتخصصين بحيث يتكلموا نلفت مع نظر الولاد الأولاد في ونلفت ندوات نظرهم. كده. بالظبط. فممكن نعمل يوم للتوعية يا بمخاطر ريت الكلام والله. ده، اه. ويتم تبنيه، ممكن على مستوى المدارس، ممكن على مستوى الجامعات، ممكن على مستوى الدولة. صح. ده بيلفت النظر وبيشد الناس وبيخلينا كلنا كمجتمع حاسين بالمشكلة وقادرين ان احنا مم. نتواصل، حتى الآباء والأمهات يعني. مم. هل ممكن المحتويات دي فعلا يكون ليها دور خطير في زيادة نسبة الجرائم في المجتمع يا دكتور إسلام؟ اكيد. مم. اكيد الحقيقه برضو سلوكيات الاطفال نفسها بتتاثر بالالعاب دي، مم. بتتاثر بالعنف اللي بيحصل فيها. وخلينا نقول العنف بقى شديد، يعني أيوه. حتى اللي احنا كنا من 10 ده 15 سنه بنقول حقيقي. ده عنيف، لما تيجي اه. تشوفيه النهارده تقولي ده كان طيب. رحيم. ده كان رحيم الحقيقه. يعني ايوه، مستويات عنف العنف، غريب، عنف شاذ يعني مش عنف فيه طبيعي. شذوذ وفيه اه. قسوه وفيه غلاظه، مم. والحقيقه لا الالعاب غير انساني يعني، غير ادمي بالمره الحقيقه. صحيح. مم. فهي وصلت لمستوى الحقيقه، لا يعني لازم هنا، وهنا دور برضو الاهل ودور الرقابه. ما ينفعش ان احنا نسيب الامور لاولادنا علشان احنا يعني مقدرين ان احنا بنبقى مشغولين وبنبقى عندنا ارتباطات وعندنا، بس لازم من حين لاخر ان انا اتابع، ان انا اطمن، ان انا طب هل قانون الجرائم الالكترونيه آه، عنده القدره او في مواد فعلا تقدر تجرم هذه التطبيقات او توقفها يا دكتور اسلام؟ القانون هيجرم، بس ما هو حضرتك احنا مم. القانون بيجرم جريمة القتل، ولكن يحدث جرائم قتل اه. في المجتمع. اه. يعني القانون بينص على 1 2 3 طبقا مم. لعقوبات بشكل معين، لكن في النهاية مشكلة الأمور الإلكترونية إن هي مش سهلة الكشف، ومش سهلة مش زي الجرائم المجتمعية اللي بيبقى ليها أثر مثلا وبتاخد رأي عام. غالبا ما حدش بياخد باله منها قوي، والأطفال بيتعرضين ليها واحنا مش مركزين معاهم قوي. مم. فهنا محدش بيبلغ، يعني الطفل نفسه مش هو اللي هيروح يبلغ غالبا ويرفع، لا طبعا. اه. هو مش واخد الاهل باله. بقى هم اللي ده ايوه. دورهم. هو الطفل ممكن ينجرف تحت هذا وهو مش فاهم ان دي جريمه، مش فاهم اللي مم. بيحصل فيه، مش فاهم اللي هو بيتجرجر له الحقيقه، هو مش فاهم مم. ان ممكن يتعرض لعمليات ويحصل فيها نوع من الابتزاز، نوع من الضغط، نوع من التهديد. هو كطفل ما بيبقاش مستوعب الخطر، هو مم. طبيعه الطفل ان هو مش مدرك للخطر اللي حواليه. احنا الاكبر بنبقى فاهمين ان دي خطر وده قصده ايه او ده ممكن يروح فين. عشان كده انا مم. بؤكد ان واجب الاباء والامهات، ولما يلاحظوا اي مشكله في تطبيق او في لعبه معينه برضو ممكن مم. نبلغ جهاز القومي لتنظيم الاتصالات. اه. تمام. عايزه اتكلم برضو عن الشراء عن طريق الانترنت. ده اصبح الموضوع شائع جدا. صحيح. انا شخصيا خدي بالك حضرتك. بقوم بيه مثلا سلعه معينه عجبتني او عجبت اي حد من المشاهدين، بيتواصل مع الموقع اللي بيعرض السلعة دي، يقول له طب ابعت ثمنها واحنا هنشحنها لك او نجيبها لك. مدى خطورة الموضوع ده ايه؟ هل ممكن فعلا يتم الاستيلاء على الفيز اللي احنا بنستخدمها، معرفة الباسورد وسرقة مدخراتنا؟ يعني قول لنا برضو خطورة الموضوع ده، وهل في ضوابط ليه او ناخد بالنا من ايه لو احنا عملنا اوردر شراء مثلا من على اي موقع لأي سلعة؟ طيب انا ممكن اشتري، مفيش ما يمنع ان انا اشتري، ولكن وانا بشتري ببقى حريص جدا. اه. حريص من ايه؟ ان الموقع اللي انا بدخل عليه ابقى متاكد ان هو ده الموقع الرسمي اللي انا بشتري منه. اه. لان موقع مشهور موقع مشهور، موقف ومعروف. معروف. اه. وخلينا اقول ان انا اللي داخل له بنفسي، يعني ما يبقاش فيه لينك مبعوث فادوس عليه، لان ممكن يبقى فيه لينك اه. بيبين لي انه شبه الموقع. لا، انا لازم انا اللي ابقى كاتب الموقع وعامل بحث عليه يعني وانا ما اللي داخل له. نضغطش على دخول اي لينك يوصل لنا بشكل عشوائي كده. يعني اتصور، اتمنى ان احنا اه. عندنا الثقافه دلوقتي ان موضوع اللينك ده اه. يعني ننساه خالص. امم. انا ما ينفعش اتعامل مع اي لينك، مع اي رساله مجهوله، مع اي حد باعت لي حاجه وادوس عليها او افتحها على الاطلاق. يعني احيانا مثلا بتشوف صورة لمنتج عجبك على شبكة التواصل الاجتماعي ايا كانت بقى، مش هقول اسمائهم كتير دلوقتي، فبتبعت للموقع ده انا عايز الموديل ده مثلا، فيروح ماشي. باعت لك لينك يقول لك اضغط على اللينك ده هتدخل تشوف الموديلات كلها بالوانها. ده مم. غلط. غلط. خلينا افصل اه. برضو بين، ايوه. لو انا بتكلم على اللابتوب
انا مشكلتي فين في اللابتوب؟ اه مشكلتي ان حضرتك لما بتعملي عمليه الشراء ممكن تحتفظي ببيانات الكريدت كارد على الجهاز بتاعك. صح. لا، ما تحتفظيش بيها. يعني حتى اه لو عملت عمليه شراء ويقول لي ما اخزن اعملهاش لك ده حفظ. خالص. امم يعني الباسورد للكريدت كارد او عشان اريح للفيزا، نفسي عشان اجي اشتري مره تاني اروح ضاغط ابقى ومدخل داخل على مخزن الابلكيشن. الباسورد. تخزين اي اه كريدت كارد على موبايل على انترنت ممنوع تماما. امم لو هضطر اعمل كده، لو حد عنده القدره ان عنده فيزا صغيره او حاجه صغيره يعني هو مضحي مبلغ بيها تافه او بقى شايف موجود، ان يعني هو مش ده هيزعل عليه. مش هيزعل عليه، يعني ممكن نتجاوز. اه انا برضو بحاول ادي الحلول عمليه ايوه ايوه، للناس علشان ما تبقاش نسهل الامور. الدنيا. اه لكن عندي حاجه خايف عليها اطلاقا، ممنوع. اه وارجوكم ما تتعاملوش مع اي حسابات وفيز ارقامها كبيره. ده امم كلام في منتهى الخطوره. ايوه ايوه صح. ما امم ينفعش، يعني لازم اتعامل برضو زي كان زمان كده، اعتبر زي الكارت المدفوع. يعني عندي امم حاجه اللي هو يا دوب انا حاططها علشان اشتري بيها، لكن اه ما بقاش سايب فيها الحساب. مبالغ ضخمة اه مثلا او فانا بكل حاطط. مدخراتي مثلا. اه اه فنحاول يعني ايه، يبقى انا عندي حساب انا هشتري الحاجه دي دلوقتي مثلا ب 1000 جنيه، امم احول فيها ال 1000 جنيه واشتري بيها. امم بحيث ان حتى لو حصل حاجه هو الحساب غالبا فاضي، لكن امم ما استخدمش الفيز او الحسابات امم اللي هي اوريدي دي فيها مهمة جدا، المدخرات بتاعتي. المعلومة دي. فيبقى اه عندي حاجه كده هي اللي انا كاني بتعامل بيها في عمليات الشراء امم امم بشكل كبير. ما نخز... تمام. عايزة اتكلم برضو عن اليات بقى العقاب والتجريم. بتتم ازاي بقى لما يحصل مثلا تعدي على خصوصية، مثلا رصد شخصيات بتقتحم حساباتك، تاخد صورك، تعمل لها تركيب مثلا، موقع من مواقع اللصوص اللي بيدخلوا على الفيز ويخترقوها ويسرقوا مدخرات الناس. ايه آليات التجريم ده يا دكتور ثروت؟ هل في عندنا حاجة زي كده؟ عندنا طبعا القانون بيجرم ولائحه تنفيذيه اه مصدره بتحدد كل يعني الاجراءات. لكن خلينا نقول الناحيه التقنيه، ازاي بنقدر نوصل للناس دي ايوه. وازاي ان احنا بنعرفهم. اه الحقيقه اتطور علم دلوقتي في علوم الامن السيبراني اسمه علم الادله الجنائيه الرقميه. زي حضرتك كده الطبيب الشرعي اللي هو كان تحصل جريمه فيبقى في طبيب شرعي علشان اه يقدر يعرف كويس ده في قوي. بصمات اه في مش عارف ايه. فاحنا برضو دلوقتي في، وده موجود في وزاره الداخليه وبيتم تطويره بشكل كبير، اه بنقدر نعمل زي بقى تتبع للجهاز ده مين اللي دخل مم. عليه من خلال بقى امور تقنيه. العنوان اللي دخل عليه، الشبكه اللي جاي منها، نوع الجهاز، مم. المستخدمين اللي اشتغلوا عليه. طبعا هي برضو صراع بين المجرم وبين اللي بيحاول انه اه يقبض عليه. اه فهو عنده ادواته في التخفي وادواته في التحايل، واحنا عندنا ادواتنا في الكشف والتحقق. مم. لكن بنسب يعني عايز اقول لحضرتك يعني فوق ال 95% بيحصل نوع من الوصول ليهم والقبض عليهم، وبتبقى الامور تحت السيطره. مم. لكن خلينا نقول برضو ان في متغيرات مؤخرا ظهرت، مم. يمكن مش مرتبطه كمان بمستوى المجرمين اللي احنا نعرفهم في مصر. يعني حتى اه بقى في 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 ناس شبكات من خارج دوليه مصر وبيستخدموا الحقيقة. تكنولوجيات، دخل بقى موضوع اه الذكاء الاصطناعي شويه، فخلى برضو في نوع طب دول من. بنقدر نوصل لهم؟ يعني دول بنقدر نوصل لهم ونجرم أفعالهم دي ونعاقبهم وهم من خارج مصر يا دكتور؟ يعني من خلال بقى تنسيق معين، ولازم بقى في اثباتات بشكل مم. اكبر، ولازم يبقى في اجهزه بتتعاون مم. بشكل اكبر. لكن خلينا نقول على المستوى الواقعي، المحل. يعني الامور اه برضو لسه محتاجه تنسيق بشكل كبير أكبر. في الجزئيه دي. أكبر. خاصه الامور يعني لما بتدخل في امور ليها علاقه بحسابات بنكيه وليها علاقه بامور، وبيبقى في ساعات بيانات مهمه، بيبقى في ساعات خلينا نقول برضو شبابنا وولادنا مم. وبناتنا ما بنحطش صورنا كده على الانترنت لان ممكن ما هو انا بنتعرض بقى لعمليات. يعني انا بحب كده رسالة سريعة ازاي نحمي خصوصياتنا ونحمي انفسنا من الهاكرز، من لصوص الانترنت، سريعا كده ان يا انا لازم دكتور. احط الموبايل اللي معايا ده مبدئيا امم انه ليس موبايل خاص. يعني انا ما ينفعش اتعامل مع الموبايل انه حاجه خاصه. امم اي بيانات موجوده عليه لازم ابقى متاكد انها بيانات متاحه، اه واتعامل بهذا المنطق. انا ما دام حطيت اي صوره، حطيت اي بيان، حطيت اي حاجه، فهي امم عرضه للاختراق. لو امم عندي اي شيء خاص ما ينفعش احطه على الموبايل. ما ينفعش امم نتعامل مع الوسائل التواصل دي على انها شيء امم يعني متاح ايوه بشكل كبير. تمام. نكون حريصين، الحرص مهم جدا. حريصين ونتعامل ان احنا في الشارع، اه فنشوف احنا في الشارع عايزين نطلع ازاي ونطلع بالشكل ده وخلاص.
عموما يعني معلومات كلها مفيدة ومهمة. وفي ختام لقائنا بنشكر ضيفنا على الهواء دكتور إسلام ثروت، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. أشكرك جدا يا دكتور شكرا جزيلا إسلام. يا فندم. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من القاهرة هذا المساء. وفي النهاية بأرسل لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج، أسرة الإخراج ميرفت رشاد، محمد رضوان، مروة ربيع، وأمان يعناني، وأسرة التحرير محمد عرابي وأشرف عبد الموجود، ومدير التصوير محمد الدرولي. وبشكر كل زملائي في استوديو 7 على الهواء. ولكم مني دائما وأبدا أرق تحياتي عبير محمود، وإلى اللقاء.